تعمل ايه لو حصل تسريب في الغاز؟ اول خطوه لازم تعملها انك تلبس كمامه او اي حاجه تمنع وصول ريحه الغاز ليك. ودلوقتي بقى لازم تكون عارف كويس جدا ان اي خطوه مش محسوبه هتعملها للاسف ممكن تسبب كارثه كبيره جدا، فلازم تفكر كويس قبل ما تاخد اي خطوه. ودلوقتي بقى اول حاجه لازم تعملها هي انك تفتح كل ابواب وشبابيك الشقه عشان يتخفف كميه الغاز اللي موجوده في الهواء. وبعد كده حاول تعرف مكان تسريب الغاز منين بالظبط، ولو عندك غاز طبيعي اقفل المحبس بتاعه فورا، وتاكد ان كل عيون البوتاجاز مقفوله. وبلاش وانت بتتحرك تكون حركتك سريعه وبشكل مفاجئ، يعني لازم تكون عارف ان ابسط شراره او تفاعل ممكن يسبب حريقه كبيره جدا، فحاول تخلي حركتك تكون بشكل بطيء. ولو في اي نار موجوده في المكان اطفيها فورا، ولو حتى نار سيجاره شغاله. وما تفكرش انك تفتح او تقفل النور او تدوس على اي زرار، او حتى تفكر انك تفتح الشفاط، لان من الممكن بسببه يحصل شراره بسيطه تسبب في كارثه. واول ما تبدا ريحه الغاز انها تقل في تركيزها اقفل محبس الانبوبه لو عندك باستخدام قماشه مبلوله وانقلها لمكان يكون جيد التهويه، بس لازم نعمل الخطوه دي بعد ما نتاكد ان ريحه الغاز انتهت تماما. ودلوقتي تقدر تفتح الشفاط عشان يسحب باقي بقايا الغاز المسرب. ومن المهم انك برضو بعد ما تقل ريحه الغاز ما تفكرش الفتره انك تفتح اي جهاز كهربائي، لازم تستنى الفتره لحد ما تتاكد ان الغاز تمت ازالته بالكامل. ولو عملت كل الاجراءات دي ولسه برضو ريحه الغاز موجوده او حسيت انك دايخ او عندك صداع، لازم فورا تخلي المكان وتحاول انك تستعين بجهه متخصصه عشان تسيطر على تسريب الغاز. وخليك عارف ان غاز الميثان ممكن يسبب هبوط في الدوره الدمويه ويسبب اختناق لو تم استنشاق كميه كبيره من الغاز. وكمان هو احد غازات الانحباس الحراري وعنده القدره على تسخين الهواء اكتر من 20 مره من تاثير ثاني اكسيد الكربون، وعشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنتعامل مع تسريب الغاز. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه وربنا يعافيكم جميعا.